إلى رمية جانبية تتحول بعد ذلك من نواف. تتهيأ للعصفور والكرة مقطوعة من نهاية الجولة أو نهاية الدوري أمام، ولكن مقطوعة في منتصف أرضية الملعب. لا تغييرات على ما يبدو. يحاول كرة عالية خطيرة، مرت وتتحول وتعود مرة ثانية. رضا قاطعها لمحمد درويش، للمالكية سددها محمد درويش إلى حارس المرمى مشاري. هو نواف مشاري أيضا يغيب عن سيد عيسى. ماخذ له مكان لنواف، يعيدها بعد ذلك لجاسم محمد. يحول كرة طويلة إلى هذا الوقت المتبقي من زمن هذه المباراة، والمحاولة تصل الآن. فرصة ضائعة من أزمات وخطيرة كانت له بلمسة لرضا. رضاوي يبحث عن تقدم لنواف، يبحث عن محاولة لمحمد درويش. درويش ياخذ مكانه من علي عاشور، يمر الكرة لنواف مرة ثانية في المنتصف. البحث عن تقدم لرضا السيد عيسى. رضاوي خطير، يمر الكرة في الجانب الأيمن في هذه المباراة. جاز في الحربان، جاز في الحربان. أرضية الملعب تتحول إلى الأمام. ملعب جاسم محمد قاطع كرة لنواف، يستلم كورته. المالكية يلعب على الرايق، يلعب على الرايق في الشوط الثاني من المباراة. حسين حسن اللي سجل هدفين لفريقه في هذا اللقاء. الكرة تتخلص. ومن هو الفرحان في هذه المباراة في نهايتها؟ نواف قاطع كرة، ولكن محمد أحمد يرتكب خطأ في المحاولة الماضية. لاحظ المحاولة، تدخل محمد وبالتالي صافرة وخطأ.